حبايب قلب خوخة، الفيديو ده ملهوش علاقة بالكورة. الفيديو ده طالعة اعمله بصفتي ان انا واحدة في ناس بيشوفوها، قلت ناخد الحسنة كلنا مع بعض. طبعا حبايب قلب خوخة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة اول رجب. طبعا كلنا اتفرجنا على شيوخ كتير جدا بتتكلم قد ايه شهر رجب ده من الاشهر الحرم اللي بيتضاعف فيه مش الحسنات بس، ده كمان السيئات. يعني احنا لو عملنا سيئة تبقى اضعاف سيئة. طيب انا طالعة عشان اذكر نفسي قبل ما اذكركم، عشان ارغم نفسي على الحاجات اللي المفروض ما تتعمل. عاوزين نبطل مع بعض احنا نسمع اغاني، وده على فكره اللي هيقول لك بقى، اللي هيشوفك يقول لك هو انت استشيخت من امتى وانت استشيختي من امتى. ما نسمعش كلام الناس دي خالص. مين عارف هي ممكن تكون بدايه جديده من عند ربنا، تبقى بدايه التغيير فعلا. الناس اللي بتسمع اغاني احنا هنوقف سماع اغاني من النهارده عشان خاطر بدايه رجب. مين عالم ممكن نبطل نسمع اغاني تاني خالص. الناس اللي بتبين شعرها من الطرح هنبتدي نغطي شعرنا من الطرح، يعني وهكذا بقى. كلنا عارفين الحاجات الغلط او الحاجات الحرام اللي احنا بنعملها، عاوزين نوقفها ونبتديها ستوب بقى خلاص من الشهر ده. طيب ايه الحسنات اللي احنا ممكن نعملها؟ عاوزين يا جماعه نصوم اثنين وخميس. كده كده الجو شتاء اصلا، مش بنعطش فيه والنهار قصير جدا، الصيام تحفه في الشتاء. نصوم اثنين وخميس، نبتدي ان احنا نرجع نقرا قران. انا بقول نرجع نقرا قران ليه؟ عشان في ناس مبطله قراءه قران، ما بيقراوش قران يعني غير في رمضان. عاوزين نبتدي نقرا قران تاني، نرجع تاني للقران. والحرف في القران الحسنه ب10. تخيلوا بقى في شهر رجب بقى الحسنه هتبقى او الحرف بكام؟ جبال حسنات اقسم بالله. نقيم الليل، ده يجي يقولوا يا خلود الجو برد ما بنقدرش نقوم من تحت البطانيه، بنبقى راجعين من الشغل او نايمين. على فكره احنا ممكن نقيم الليل من تحت البطانيه عادي جدا. والله العظيم انت لو استغفرت بالليل الثلث الاخير من الليل هنتكتب عند ربنا من المستغفرين بالاسحار. وفي الجزء الثلث الاخير من الليل من تحت البطانيه نقدر نعملها عادي. نقرا قران، نسبح ربنا، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مره. دي كنز اساسا. حافظ على صلاه الفجر. الصدقه يا جماعه، لو تصدقت ب10 جنيه اضعاف في رجب. كل الحاجات دي نقدر نعملها في شهر رجب. وعاوزين نحافظ على الاعمال الصالحه اللي احنا نعملها في شهر رجب. اني انا قريت حاجه تحفه وتشبيه تحفه شهر رجب وشعبان ورمضان. بقول لك شهر رجب هو اللي احنا يعني نحط البذره في الطينه. شهر شعبان هو اللي احنا بنسقي فيه الزرعه اللي احنا زرعناها. وشهر رمضان الزرعه بتطرح تاخد الثمره. فاحنا عاوزين كده نبتديها مع بعض، نبتدي نصوم، نقرا قران، نقيم الليل. اي حد بيعمل اي عاده سيئه يوقفها ويبطلها. وكلنا انا مش هقدر اقول لكم حاجات لان كل واحد عارف هو بيعمل ايه غلط. احنا كبار بما فيه الكفايه. في افريقيا ملهاش اي 30 لازمه احنا نقعد نتفرج على الماتشات. الناس اللي بتقعد تتفرج على الماتشات وتشتم ستوب بقى. هم كده مش سامعيننا، فاهمين قصدي؟ هم في المغرب اساسا، حتى لو هم هنا يعني هم بيلعبوا في الملعب ومش شايفيننا ولا سامعيننا. هم احنا اللي بناخد السيئه بس، وهتتضاعف كمان في رجب. ده من الاساس اصلا غلط. ففي رجب كمان هتقعد تشتم وتاخد اضعاف السيئه عشان خاطر الناس مش شايفينك ولا سامعين. محدش يعني هنبقى احنا الناس الوحيده الكلاون، فاهمين؟ دينهم هم بقى الحسن ان شاء الله. اول اللي هو يعني شهر رجب خلاص يوم الحد 2 رجب هيبقى يوم الاثنين. كلنا عاوزين نصوم. نبتدي من دلوقتي قراءه القران، استغفار، قيام الليل. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلب خوخه من جوه. ما تنسونوش من دعواتكم. اللي هينساني وهو صايم من دعواته هزعل منه كده. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلب خوخه.